التفاوض مش بس كلام بيتقال، التفاوض الحقيقي بيحصل في حالة الصمت. التفاوض الصامت هو فن قراءة ما بين السطور، التحكم في لغة الجسد، الظهور بمظهر راقي، واستخدام الصمت كأقوى أداة للضغط. المشكلة بتحصل في رغبتك في ملء الفراغ في الكلام. لما بيكون في صمت في التفاوض أغلبنا بيحس بالتوتر وبنبدأ نتكلم علشان نملى الفراغ ده، بنقدم تنازلات غير ضرورية أو بنكشف أوراقنا بسرعة أو بنقول كلام ممكن يضعف موقفنا، كل ده علشان نملى الفراغ، وبالتالي بنخسر جولات تفاوضية كان ممكن نكسبها لو عرفنا نسكت. التفاوض الصامت هو مهارة قراءة العقل، إنك تركز على لغة الجسد والتعبيرات الدقيقة جدا للطرف التاني. المهارة دي بتعتمد على استخدام الصمت الاستراتيجي. بعد ما بتقدم عرضك، الصمت ده بيجبر الطرف التاني على التفكير، بتخليه يكشف رغبته الحقيقية في إتمام الصفقة أو نقطة ضعف عنده بتعبر عن احتياج حقيقي في إتمام الصفقة دي، تقدر تستغلها في التفاوض ده. في التفاوض الكلمات بتخفي الحقيقة لكن الصمت بيكشفها. من اللحظة دي جرب لما تقدم عرضك أو تطلب طلبك بعد كده اسكت تماما، عد في سرك لغاية 10، خلي الطرف التاني هو اللي يتكلم الأول، وغالبا الكلام اللي هيقوله بعد الصمت ده هيكون المفتاح الحقيقي لإنهاء التفاوض لصالحك انت. لو عايز تعرف ازاي تكسب التفاوض من غير ما تتكلم كتير وازاي تقرأ الشخص اللي قدامك وتوصل لحاجته الحقيقية، دبلومة مهارات الأعمال اللي بنقدمها في من الألف للياء بتعلمك أسرار التفاوض الصامت بشكل فعال. ابعت لنا دلوقتي وابدأ معانا الدبلومة وتعرف على أبواب كتير هتساعدك في إتمام الصفقة الجاية. لو عندك أي سؤال اكتب لنا في التعليقات وهنرد عليك.